لما تهرب من جدك وتنزل عشان تصطاد. ايه ايه يا عم، الساعة كام؟ طب كويس اللي انت صحتني. انا هروح هصطاد من ورا جدي. انا جدي اوافي ان اروح وقال لي انا هاجي معاك، بس انا هاخد بعضي واروح لوحدي. ولو حد سألك عليا ما تقولش لحد اللي انا كلمتك واللي انا هروح. اي حد يسألك عليا قول له انا معرفش هو فين. مفهوم؟ انا دلوقتي اهو ملبس واجيب السنارة وهنزل. معرفش هاجي امتى، بس انت متعرفش حد اللي انا مكاني فين. ايوه انا هروح على البحر. اه، يلا سلام. انا هوت اديني لبست ومعايا شنطتي ومعايا سنارتي، وهروح اصطاد بقى وامري لله. بس يا رب ارجع لك يا جدي عشان اثبت لك انت وابويا ان مفيش حاجه اسمها نداهه، وده كدب في كدب كله. بس يا رب يا جدي ما تحصلكش حاجه لما تلاقيني مش موجود جنبك. ترى هتعمل ايه يا جدي لما تصحى؟ انا لازم برضه اعرفك اللي انا رحت عشان لو حصل لي حاجة تعرف فين مكاني. انا هكتب لك ورقة بقى يا جدي وهسيبها لك تحت المخدة عشان لو ما تصحى وما تلاقينيش وبعد كده هتدور عليا هتلاقيها. بس يا رب تشوفها بقى يا جدي. انا هاخد بعضي وهتوكل على الله. ساكت. يا دوبك نلحق نصطاد يا حفيدي. المهم صحي الولد ده. يلا. ماما اشوفه راح فين النيلة ده. يا دي الفضايح يا دي الفضايح. حفيدي هرب من ورايا عشان نصطاد. ليه يا حفيدي عملت كده؟ ليه يا حفيدي؟ اقول لابوك ايه دلوقتي؟ ده ابوك ما يعرفش بالحوار ده اللي انا وافقت عليه يا حفيدي. قفل تليفونك يا حفيدي. هعمل ايه دلوقتي انا يا حفيدي؟ هعمل ايه؟ لازم انا ادور عليك، لازم انا البس وانزل ادور عليك. اقول فيك ايه يا حفيدي منك لله؟